السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض فتة المكدوس. فتة المكدوس من أطيب السلطات اللي ممكن تعمليها، بس أنا بتعامل معها كوجبة كاملة، تحفة ولا أروع من هيك. نبدأ بسم الله. أول إشي بحتاج لبتنجان بقشره وبقطعه مكعبات بالشكل هذا، نقعته بمية وملح مدة ساعة وصفيته. بدي بندورة مقطعة، نعناع فريش، فلفل أخضر مقطع، خبز مقطع مربعات، بصل ولحمة اختياري حسب رغبتك. بداية بدي أقلي البتنجان. لو بدك الوصفة صحية ممكن تشوي البتنجان بالفرن وبعد هيك تقطعيه. على الناحية التانية بالقلاية بضيف شوية زيت، بقلب الفلفل الأخضر، بضيف البندورة وبقلبهم، بضيف النعنع وبقلبهم، شوية من عصير الليمون وملح، بخلطهم. بتنجان اتحمر برفعه من الزيت وبدي اقلي الخبز. ممكن الخبز كمان تحمريه بالفرن. البتنجان بضيفه على خليط البندورة والنعنع والفلفل وبقلبهم مع بعض حتى ياخدوا الطعم من بعض كلهم. الآن بدي أقلي البصل واللحمة. بصل دبلته وضفت عليه اللحمة، بضيف فلفل أسود وملح. ممكن تضيفي لحمة وممكن بدون، بس إضافتها بتخلي معاك الوجبة متكاملة. بدي أضيف شوية من دبس الرمان على البتنجان والبندورة. الصوص عبارة عن لبن، طحينة، مايونيز، عصير ليمون ونعناع فريش. بضيف الطحينة على اللبن والمايونيز، عصير الليمون والنعناع الفريش ورشة من الملح، بخلطهم. هذا الصوص رائع، ممكن تتعاملي معاه بأنواع سلطات تانية. الآن صحن التقديم بضيف شوية من الخبز، بضيف عليه خليط البتنجان والبندورة وبرتبه. بدي أضيف الصوص. تمام هيك. والآن بدي أزين الوجه، بزينه بخبز وبقدونس واللحمة. ممكن تضيفي لوز، يعني بتزينيه حسب رغبتك وحسب ذوقك. وهيك بتكوني عملتي أطيب فتة مكدوس ولا أروع منها. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.